يوم جديد، كل سنة وانتم طيبين. أنا أمل سكرية. ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحتي. هنبدأ يوم جديد ظريف قوي وبسيط. أول حاجة فيه هنتبل اللحوم اللي هتبقى معانا. وأنا هعمل النهاردة أجنحة الفراخ، تبلتها ببصل مفروم، ملح وفلفل أسمر، توم بودرة، بصل بودرة، بهار فراخ، وحطيت معلقة صلصة ومعلقة كاتشب ومعلقتين زيت ذرة. تمام، معانا التتبيلة زي الفل. عايزة اقول لكم ان التتبيلة دي ممتازة جدا للأجنحة. انا متأكدة ان شاء الله ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم. بتدي شكل للأجنحة ولون وطعم رهيب. هنبدأ اليوم اهو من قبله بيوم. يعني انا الأجنحة دي وليكن الفراخ اللي عندك بتجيبيها. اذا كنتي بقى هتخليها او هتجيبي كيلو أجنحة لوحده، هتتغسل غسلة ممتازة زي ما قلنا بمحلول النقع، وهنحط عليها التتبيلة دي فعلا رهيبة، متأكدة ان هي هتعجبكم. اهم حاجة ان التتبيلة كل حتة في الفراخ تشرب التتبيلة دي. ممكن كمان تستخدمي التتبيلة دي الفرخة كاملة، هتخلي لونها يعني فظيع. انا بحط على قد ما هناكل في كيس، بدل ما اسيبها كده في التلاجة في الطبق، بحطها في اكياس. ممكن اعينها كمان في الفريزر، استخدمها بعدها بيومين 3 براحتي. كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتبقى احسن. دول انا كنت عاملاهم قبل رمضان كيسين وحطيتهم في الفريزر. تعالوا بقى نبدأ برضو قبلها بيوم نعمل السمبوسك. هديكوا نوعين حشوتين سمبوسك رهيب. ده الصمغ بتاع السمبوسك عبارة عن معلقة مية ومعلقة دقيق بس. الحشوة الأولى جبنة كيري أو فيتا أو جبنة قريش، بس الفيتا والكيري رهيبة، بتدي مطة وسيحان غير عادي. وفلفل ألوان، ممكن تحطوا زيتون مقطع بس مش كتير علشان ما يخليهاش حادقة، او تستغنوا عن الزيتون زي ما انا استغنيت، علشان بس بقلل الاملاح خالص عشان الصيام. بنلفها بالطريقة دي. انا بحب الطريقة دي قوي، بحب الطريقة بتاعت ان انا اسند على الترابيزة وانا بلفها، افضل من اني كمان اعملها قرطاس او على حسب ما انتوا حابين. انا هوريكم برضو الطريقتين هعملها بقى بالصمغ عشان ما تفكش خالص. ده القرطاس معانا اهو. لو حابين تعملوا طريقة القرطاس تعملوها، وبمعلقة هتحطي الحشوة وهتقفلي برضو، وفي الاخر هتحطي الصمغ معاكي وهتشيلي الزيادات. اهم حاجة ان انتي اللي تخلصيه تحطيه في كيس عشان ما ينشفش منك. وكمان الكمية اللي انتي بتاخدي منها تكوني مغطياها جنبك كده بكيسة زي ما انا مغطياها كده. طب تعالوا بقى في الحشوة التانية. هحط بسطرمة وفلفل الوان. الحشوة دي ما ينفعش تحطي معاها زيتون عشان هتحدقها زيادة عن اللزوم. البسطرمة مع الفلفل الالوان مع شوية بقى جبنة موتزاريلا، ميكس رهيب. يعني تغيير في الحشوات بتاعة السمبوسة، تغيير رهيب كمان، يعني طعم مختلف عن ما اني احشيها لحوم بس. واللحوم بقى يعني بتوفريها مثلا ليوم رقاق، يوم جلاش كده. الجبن بتبقى جميلة في السمبوسك. هعمل لكم برضو يوم لحوم وهتبقى يعني ايه خارج القاعدة، مش بس لحمة مفرومة. هعمل لكم يوم لحوم بالسبانخ والفراخ وحاجات كده كتير ان شاء الله. هقفلها بنفس الطريقة دي. الموتزاريلا هنا مش هينفع احط معاها جبن تانية، لازما اسفة. البسطرمة مش هينفع احط معاها جبن حادقة. الموتزاريلا انا جايبه موتزاريلا يعني طبيعي، مش هحط معاها جبن حادقه، فهتبقى سايحه بس كده مع طعم البسطرمه، هتبقى رهيبه. عجبت الولاد عندي جدا جدا. هميز بقى ما بينهم، احط دي في اطباق. انا عامه ببقى اعمل السمبوسك دي قبل رمضان بفتره، وبحطها كلها في اطباق علشان برضو ايه ما تبقاش فوق بعضها، تبقى مش هشة وحلوة. ربنا يمتعنا ويمتعكم بالصحة يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين، وتعملوا كل حاجة واحلى حاجة في بيوتكم،
ويجعل بيوتكم دايما عامرة بالستر والصحة والبركة. ربنا يجعله رمضان كريم يا رب، اللهم امين. بلفها بالطريقة دي وبحط الصمغ. انا بقى بقعد اتسلى فيها كده وانا بستغفر مثلا او انتي بتسبحي في السمبوسك كده، يعني هتبقى جميلة اكتر وانتي بتسبحي او بتستغفري وانتي بتحشيها. كل واحدة كده باستغفار يعني هياكلوها بألف هنا. هنحط السمغ وهلفهم بس كده. خلاص انا خلصت. ده اللي بالبسطرمة، وده اللي هو بالجبنة الفيتا العادية خالص، اي نوع بقى انتي بتستخدميه. وحطيت عليه فلفل الوان، ممكن تحطي زيتون. عايزة اقولك ان الفيتا ممكن تحطي عليها شوية زعتر او شوية نعناع ناشف. احنا مش يعني هما مش بيحبوا طعم النعناع، فانا اكتفيت بكده. الدبابيس بقى اللي احنا تبيناها، انا كنت مطلعاها من الصبح، كنت عينتها بقى في الفريزر معاكم. انا طلعتها اهو. هحطها بس كده في صينية متبلة وملحها مظبوط وتتبيلتها رهيبة. هحطها في صينية وهغطيها بورق فويل وهدخلها الفرن. يوم ظريف وخفيف خالص، اللي هو انتي مش قادرة. وبعدين لما تستوى هشيل الورقة من عليها. هتأكد بس ان هي استوت، هسيبها تحت الشواية. تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية رز عجب، يعني بجد يعني ريحته هتقلب البيت كله. هعمل رز حباية وحباية، او رز حبة وحبة، وهعمل شوية لسان عصفور. يبقى الغدا بتاعنا، الفطار بتاعنا النهاردة سهل جدا وبسيط. بالنسبة للكميات يا جماعة، احنا 5 افراد وده الحمد لله بيكفينا. يعني اللي بيقول انتوا بتعملوا كميات قليلة عشان انتوا فردين، لا احنا مش فردين، احنا 5 وصايمين. بس كل واحد يعمل كميات اللي هو هياكلها. انا ما بحبش اهدار في الطعام خالص، يعني الاكل بغرفه يتاكل كل واحد على قده، ما بيباتش ولا يترمى. عايزة تظبطي لسان العصفور معاكي قوي، ايدك فيها وهي بتتحمر ما تسيبيهاش خالص، يبقى كلها لون واحد. النقطة دي مهمة جدا عشان تاخدي عصفور ممتاز. هتتحمر معاكي، هتحمريها كويس جدا. ايدك فيها وهي بتتحمر ما تسيبيهاش خالص عشان ما تبقاش لون ولون. تفضلي تحمري فيها اما تبقى ذهبي، تنزلي عليها الشوربة وتقفلي عليها النار بقى على طول. يعني شايفين انا اوريكم اللون اهو، لازم أن اللون يوصل للون الذهبي ده عشان ما تبقاش عاملة زي بتاعة العيانين مسلوقة وبتنفش معاكي. بقى لما بتبقى مسلوقة بتنفش معاكي، لو ما استخدمتهاش هتنفش وتترمى. لا، انا هحمرها كويس جدا. ايد بقى بحمر الشعرية اهو، ايد بحمر الرز. على فكرة ده كان قبل المغرب مثلا ب10 دقايق ربع ساعة بفضل الله يعني. هتحمر معاكي الشعرية، انزلي عليها بقى بالشوربة اللي عندك. طب انتي ما عندكيش شوربة، حطي كوبايتين مية وحطي واحدة ماجي. اهم حاجة نزلتي بالشوربة اقفلي عليها وغطي عليها، اقفلي النار وغطي عليها. ما تسويهاش بقى سويه كامل عشان ما تقلبش، لانها تبقى قرص ولا تعجن ولا الكلام ده خالص. اقفلي عليها. طيب انا هاكلها كمان شوية، اقفلي عليها ولما تيجي تاكلي بقى ابقي سخنيها هتاخد سويها. لكن انتي هتسويها سوي كامل وترجعي تسخنيها تاني، هتفش وتبقى يعني تترمى بقى. الرز حمرته كله حباية زي بعضه، مفيش حباية بيضة وحباية غامقة، لا اتحمر كله ذهبي. بعدين نزلت بباقي كمية الرز، شوحته معاها مع الرز المتحمر عشان يبقى مفلفل بقى وياخد من الزيت. وحطيت نص معلقة الملح، انا عاملة 1 كيلو الا ربع رز، وحطيت ال1 كيلو الا ربع مية بتاعه، وهغطي عليه وهسيبه يستوى. خلصنا الشعرية وخلصنا الرز، هسيبه يستوى. هعمل بس طبق سلطة ايه صغير كده عشان يعني الاكل يبقى ايه متكامل الى حد ما. انا ما برضاش اعمل اصناف كتير، لان هو يعني اكتر شهر المفروض نوفر فيه، مش المفروض ان احنا نستهلك كمية طعام كبيرة، لا ده هو اكتر شهر نوفر فيه في الاكل. احنا صايمين والصايم ما بياكلش حاجة، يعني الصايم بيبقى اكلته بسيطة خالص وعلى قد كوباية العصير وخلاص. ربنا يملى بيوتكم كلها عمر وبركة. تعالوا بقى نحمر السمبوسك.
السمبوسك لو في الفريزر ما تطلعهاش تفك، طلعي وحمري على طول، ما تستنيهاش تفك. وكمان السمبوسك من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت، يعني قبل الأذان ب5 دقايق لو انتي بتحضري السفرة بدري، يعني قبل الأذان ب5 دقايق تكوني بتحمريها اللي هي تطلع سخنة على السفرة. بتصلوا بقى وبترجعوا تفطروا، لأ، ما تحمّروهاش إلا بعد ما الأذان يأذن زي ما أنا عملت كده، أنا محمّراها دي بعد الأذان. هتتحمّر تبقى دهبي معاكِ كده، ما تحمّريهاش عن كده، ما تغمّقيهاش عشان تفضل مقرمشة معاكِ. وبرضه السمبوسك على حسب الكميات حمّري على قد ما هتاكلي، يعني حطّي الطبق ده في الفريزر وكل مرّة بإيه طلّعي حمّري قد الطبق ده بس، بألف هنا. الأجنحة طلعت خلاص اهي من الفرن، أنا شِلت الورق الفويل وسِبتها تحت الشواية تاخد لون بسيط بقى، لإن هي التتبيلة بتاعتها لوحدها لون، مستوية جدًا، جدًا يعني. هي بصراحة استوت بسرعة، أنا غطيتها واستوت بسرعة، وكمان التتبيلة مخلّياها دايبة، فمستوية يعني ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا ولونها رهيب. ممكن بقى تحت شوية رز بسمتي، ممكن شوية مكرونة، يعني أي حاجة جنبها على ذوقِك. والسمبوسك بقى الأطعمة بتاعتها رهيبة. عايزة أقول لكم إن السايحة أوي دي الجبنة الفيتا، يعني دي مش موتزاريلا، اللي أنتم شايفينها دي مش موتزاريلا خالص، الموتزاريلا اهي مع البسطرمة. الفيتا بتدّي سيحان كده بس خلّي بالكم لإنها بتلسع، يعني مش وهي سخنة أوي تيجي تاكليها تلاقي الجبنة سايحة جوّه أوي ولسعت لسانِك. لأنها حصلت فيّا خلاص، هو المغرب أذّن وأنا قاعدة آكل بقى، يعني أنا قاعدة بادوق، المغرب خلاص أذّن بقى، أنا فطرت على السمبوسة. كل سنة وأنتم طيبين وبصحة وسلامة. رمضان ورا رمضان وكله بيجري من عمرنا، ربنا يتقبل مننا يا رب، اللهم آمين. يعني تحفة بصراحة النوعين السمبوسك دول يعني رهيبة. والشعرية معانا اهي شايفين استوت لوحدها. ليه؟ لإن أنا قفلت عليها وأمّا جيت أغرفها بقى بعد ما خلاص صلّينا وكده، صلّينا المغرب، سخّنتها. طب لمّا بتسخّنيها ما هي بتاخد سِوَى، يعني أنا باقول حتى للناس اللي بتعمل كيس كامل عشان تحافظ عليها لو بالليل حد عايز ياكل والّا حاجة. الرز ده بقى يعني ده رز أمي ربنا يديها الصحة، لمّا كانت تعمله ريحته تقلب البيت. أنا فعلًا كانت ريحته قلب البيت، قاعدين يقولوا لي: "أنتِ بتعملي إيه؟ أنتِ بتطبخي إيه؟ إحنا شامين أنتِ بتطبخي إيه؟" وهُم شوية رز يا جماعة، هُم شوية رز حبّاية وحبّاية. بس حتّة الزبدة نسيت أقول لكم إن الزبدة بلدي، لو زبدة خليط ما تستخدميهاش في الرز هتتحرق. قمر الدين عملته إزاي؟ قمر الدين من الحاجات السهلة أوي. قمر الدين باقصقصه كده بالمقص مكعبات، باحط عليه كوباية مَيّة سخنة بتغلي، كوباية واحدة، لغاية ما يدوب، باقوم بقى حاطاه في الخلاط وحاطة عليه المَيّة الساقعة وضارباه مع بعضه عشان يبقى بالشكل ده، ما احطش عليه سكر، هو عليه السكر بتاعه. شايفين اللون والقمر؟ حاجة كده قمر يعني. وفي الآخر أكلة بسيطة وظريفة ويوم خفيف، ربنا يعوده علينا وعليكم بالصحة والستر يا رب والبركة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ويا رب يعجبكم ولو وصفة واحدة تاخدوها. مستنية أشوف تعليقاتكم الجميلة. باي باي.